ازيكم؟ شاومي بادئه سنه 2023 ومش ناويه تهزر تماما، واخده الموضوع جد جدا وناويه تكسر الدنيا في الفئه المتوسطه، وده عشان اعلنت عن كام موبايل كده، ابرزهم الموبايل بتاع النهارده اللي هنتكلم عنه، الشاومي ريدمي كي 60 برو. الموبايل ده سفاح حرفيا. من غير بقى ما نرغي في حاجات ملهاش اي 60 لازمه، عايزك تنزل دلوقتي تعمل لايك. عايزين نوصل الفيديو ده ل 100 لايك او اكتر شويه، يا ريت لو اكتر في اقرب وقت ممكن. ومن غير بقى كلام كتير خلونا ندخل على طول في التفاصيل. أنا لا أنساك فلسطين ويشد بي البعد. أنا في أفيائك نسرين، أنا زهر الشوك، أنا الورد. مبدئيا تصميم الموبايل تصميم لطيف، شكله حلو ولكن مش مبهر قوي. التصميم هنا شكل الموبايل ايكو بتاع فيفو، نفس التصميم وسيت اب الكاميرات تقريبا. ظهر الموبايل هنا بالكامل من الازاز لان الموبايل هنا بيدعم الشحن اللاسلكي، بس ده ممكن ما يكونش مهم قوي. المهم هنا هي الواجهه الاماميه والشاشه بتاعت الموبايل. الموبايل هنا بيجيب شاشه اوليد 6.6 و7 انش. الشاشه هنا بتيجي بريزوليوشن كواد اتش دي بلس، بتدعم الدولبي فيجن وبتدعم الاتش دي ار 10 بلس، وبتيجي مع معدل برايتنس بيوصل لحد 1400 نتس في وضع الذروه او في البيك برايتنس او تحت اضاءه الشمس المباشره. الشاشه هنا بتيجي معدل بيكسل بيرنج او كثافه بكسلات 526 بكسل لكل انش، مع معدل تحديث او ريفريش ريت 120 هرتز. طبعا الشاشه هنا ما بتدعمش ال تي بي او او ما بتدعمش الريفريش ريت حسب السكرولنج والسوايبس اللي انت بتعملها على الشاشه، وده اللي بدوره بيوفر اكتر في عمر البطاريه. للاسف الشاشه ما بتجيش مع ال تي بي او. من ناحيه الاداء فانت عندك 8 او 12 او 16 جيجا بايت رام. نوع الرام هنا ال بي دي دي ار 5 اكس مع 128 او 256 او 512 جيجا بايت ذاكره تخزين داخليه من نوع اي اوف اس 4.0، ولكن سعه التخزين من نوع 4.0 بتيجي مع ال 256 فما فوق. ال 128 هنا بتيجي ب 3.1 عادي جدا يعني. فهنقول تاني، ال 128 بتيجي بنوع ذاكره يو اف اس 3.1، ال 256 وال 512 جيجا بايت ذاكره تخزين داخليه بتيجي بيو اف اس 4.0، وال 4.0 هي الاسرع طبعا. الموبايل هنا ما بيدعمش تركيب كارت ذاكره خارجي. الموبايل بيجي مع الاندرويد 13 مع الميو اي 14، والتشيب هنا من كوالكوم السناب دراجون ايدجن 2. المعالج ده 4 نانو مع الادرينو 740، وده اللي بدوره بيديك اداء افضل في الالعاب التقيله زي بابجي وغيرها. بتلعب على اعلى اعدادات من غير ما يقابلك اي لاج او تقطيع او دروب فريم او يفسد عليك متعه اللعبه نفسها. فانت هنا بتتكلم عن اقوى معالج موجود لاي موبايل اندرويد دلوقتي، واقوى معالج ل 2023. من ناحيه الكاميرات فانت عندك كاميرا اساسيه هنا 54 ميجا بكسل. الكاميرا هنا بتيجي ب اف 1.9 وبتدعم ل اي اس، مع الكاميرا 8 ميجا بكسل الترا وايد ب 118 درجه، مع كاميرا ماكرو لينس 2 ميجا بكسل. الكاميرات هنا بتصور 8K على 24 فريم وبتصور 4K على 30 و60 فريم. طبعا هنا مفيش كاميرا تيليفوتو للاسف، هي ملهاش عازه قوي الصراحه، ولكنها افضل نوعا ما من كاميرا الماكرو اللي ملهاش عازه اصلا. مع كاميرا اماميه 16 ميجا بكسل بتصور 1080 على 30 و60 و120 فريم. الموبايل هنا بيدعم الستيريو سبيكر، ما بيجيش مع منفذ 3.5 مللي للاسف. بيجي مع واي فاي من الجيل السادس، بيجي كمان مع بلوتوث 5.3، بيدعم الان اف سي، بيدعم الاي ار بلاستر. الموبايل هنا بيجي ببصمه مدفونه تحت الشاشه، وده البصمه سريع جدا. من ناحيه البطاريه بقى يا معلم، فانت عندك بطاريه 5000 ملي امبير، بطاريه قويه جدا مع شاحن 120 واط. الشاحن ده بيشحن البطاريه 5000 ملي امبير 100% فول على الاخر في 19 دقيقه، مع دعم الشحن اللاسلكي بقوه 30 واط. سعر الموبايل ده معلم نسخه ال 8 128 اللي بتيجي بيو اف اس 3.1 هو 460 يورو. طبعا 460 يورو رقم مميز جدا بالنسبه للمواصفات بتاعه الموبايل ده، اي ما يعادل حوالي 12200 جنيه مصري. طبعا سعر الموبايل ده في السوق الصيني، ما تمش الاعلان بشكل رسمي عن الموبايل ده في السوق العالمي مثلا لسه. طبعا لما يعلن عنه في السوق العالمي هيكون سعره اغلى شويه، ولما يتم الاعلان عنه في مصر، ده لو جه مصر اصلا، سعره هيكون اغلى شويتين حلوين. ولكن الموبايل قنبله حرفيا من ناحيه المواصفات مقارنه بالسعر بتاعه. ابرز عيوب الموبايل ده من وجهه نظري، مفيش كاميرا تيليفوتو. الشاشه هنا ما بتجيش مع ال تي بي او. الشاشه هنا ما عليهاش طبقه حمايه، او مش معروف نوع طبقه الحمايه اصلا، لانه مش مكتوب على اي موقع نوع طبقه الحمايه ايه بالظبط. الكاميرا الالترا وايد 8 ميجا بكسل بس، الكاميرا الاماميه 16 ميجا بكسل، وده نوعا ما مش هيطلع لك تفاصيل حلوه في الصور كانت الكاميرا الاماميه ولا الكاميرا الالترا وايد. ما دون ذلك في الموبايل قنبله حرفيا من ناحيه المواصفات، من ناحيه البطاريه القويه، الشحن السريع جدا، الاداء القوي جدا اللي هتاخده من الشاشه دي، مع الاستحواذ الممتاز، مع المعالج الجبار من كوالكوم الايدجن 2. كل دي مواصفات خارقه ومميزه جدا للموبايل ده مقارنه بالسعر بتاعه. ما تنسوش تقولوا لي رايكم تحت في الكومنتس بخصوص الموبايل ده والتسعير بتاعه. بس كده، اشوفكم الفيديو اللي جاي. سلام.